ايه الحكايه اللي تطلع منها دي؟ قال له ولكن لا غنى لي عن فضلك. الله إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. زاغ هي معناها راغ إلى أهله، بس الفرق نقطة واحدة. زاغ يعني مال ميلا خفيا لا يدركه الجالسون، زي ما نقول احنا ده فلان زوغ من بين. زوغ يعني ايه؟ يعني خرج من غير ما يبني. اللي هي يتسللون منكم لوازا. الوزن يعني ما حدش يعرفه، وهو زي عم عبد الرحمن وصاحبنا دول يقعدوا في المجلس نبص ما نلاقيهمش، نشوفهم مشوا امتى نقول لهم ده لوازن. لوازن دي ما زاغ البصر يعني ما مال هكذا ولا مال هكذا، بل هو بصدد ما هو. طب وما طغى يعني ايه؟ وما مده لغير غايته. شوف الادب في النظره. يعني انت جبت لواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه ولقيت والدنيا كلها جت وعيالك جت، قعد وياك ما ميلش كده عشان يشوف اللي موجود، ولا ميل كده عشان يشوف، عمل كده عشان. يبقى ما زاغ البصر يعني ما مال عن الغايه، قاعد وياك ما شافش. ما زاغ البصر وايه وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كلمة الكبرى زي الأكبر، تأنيث الأكبر. كبيرة وكبرى، كبير وأكبر، يبقى جمع كبيرة كبرى وجمع كبير أكبر. طيب هذا لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل الكبرى دي وصف للآيات؟ رأى من ربه الآيات الموصوفة بأنها كبرى، أو رأى الكبرى من الآيات؟ تبقى مرة تكون الكبرى هي كل الآيات، فآيات ربه كل آيات ربنا كبيرة، ولكن فيه إيه؟ كبرى منها. فرأى من آيات ربه آية واحدة هي لأكبر الكبرى. وبين الكبرى والأكبر احنا عرفنا دي كبرى للمؤنث وأكبر لمين؟ أكبر يعني مبالغة في كبير. أكبر مبالغة في إيه؟ في كبير. أكبر مقابله إيه؟ يا كبير يا صغير يا أصغر، مش كده؟ لكن كبير مقابله أصغر. نلاحظ احنا أن من أسماء الله الحسنى الكبير. طب ما أن أعلى منها الأكبر كان نقول الأكبر. الكبير ولا الأكبر؟ هذا فلان كبير وهذا أكبر منه. يبقى الآن مبالغة في الكبر إيه؟ أكبر ولا كبير؟ أكبر. طب ليه سمى نفسه الكبير ولم يسمي نفسه من الأسماء الأكبر؟ قال لك لأن اللي يقابل الأكبر يبقى كبير برضه، هو كبير بس ده زيد شوية، إنما لما يقابل الكبير صغير، فلما يقول من أسمائه الكبير أي وما عداه صغير، لكن أكبر فيه برضه أكبر بس فيه مهمته، فيه كبير. إزاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى خرجهم من عمل ولا لا؟ ومن قمة العمل، لأن العمل ده إنتاج بحركة، والإنتاج بحركة دي عايز منتج ومستهلك. التجار بيسبهم إيه؟ واسطة بين المنتج والمستهلك. التاجر له حالتين، ساعة ما يروح يشتري ولا ساعة ما يروح يبيع. لما بيشتري بيدفع فلوس يقوم يقربط فيها قوي، إنما لما بيبيع بياخد فلوس. يبقى البيع عنده أحسن ولا الشراء؟ البيع. ما قالش بقى اتركوا التجارة ولا اتركوا الشراء، اتركوا البيع اللي هو إيه؟ لأن في الحاجات التانية يمكن الزرع مثلا يمكن نستنى سنة ولا نص سنة ولا بتاع، إنما في البيع على طول الربح على طول. فاترك الأهم أهم حاجة. ما قالش اتركوا مصانعكم، اتركوا مدارسكم، اتركوا البيع خلاص. وروحوا فين؟ عشان تصلوا. فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى اذا اخرجهم من بيع، لان البيع ضروره في الحياه بين المنتج والمستهلك عشان حركه الحياه. يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعد ذلك يذهبون الى المسجد، بس لما يذهب الى المسجد عشان يقابل ربنا ده اكبر من الحكايه بتاعتكم، ان برضه حكايتكم كبيره، حكايتكم ايه؟ كبيره مامور بها. فلهذا سمى الحق سبحانه وتعالى تكبيره الاحرام، ما قالش الله كبير، قال الله اكبر، يعني تعالى اكبر مما في ايديكم، اكبر مما تعملون، اكبر من وقتكم، اكبر من تجارتكم، اكبر من دراستكم. كل دي مطلوبه وهي كبيره، بس انا اكبر منها لان انا هدعوكم واديكم طاقه تعينكم عليها. لقد راى من ايات ربه الكبرى. ثم بعد ذلك، بعد هذا الكلام الجميل والعطاء الواسع، بينتقل الى اللي بيعبدوا الاوثان بقى. بعد ما قال الكلام الحلو ده، تعالوا بقى، افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى، شفتهم ايه شكلهم؟ طب حجر على شكل واحد، وصنم على شكل شجره، وصنم تاني ملوش شكل خالص. يعني صنم تمثل انسان كان بيعجن، واللات كان بيلت لهم العجين ويحطوا لهم الادام ويديهم زي الفطير يعني عندنا كده، وكانوا بينبسطوا منه قوي لانه كان بيريح الستات من الطحي، ولما يجوا ضيوف يقولوا مش عارف ايه، فكانوا بيحبوا الراجل. والراجل ده مات ولا كانش عنده صبيان يتعلموا الشغل، فزعلوا عليه قوي. لما زعلوا عليه عملوا له تمثال عشان يبقوا يذكروه بيه، وبعدين عبدوه. وبعدين عملوا الشجره اللي هي العزة، اللي النبي امر سيدنا خالد انه انه يروح يقطعها ساعه ما قال يا عز كفرانك لا غفرانك، ان الاله ان ربنا قد اهانك. مش كده ولا لا؟ فأرى انتوا شفتوهم، انا خليكم تحكموا عليهم، روحوا شوفوه. حاجه لما الهوى يوقع منهم تروحوا تسندوه، لما يقع وينكسر منه حته كده تروحوا تجيبوا ترميم وتجيبوا مسامير وتجيبوا غيره وتقعدوا تلزقوه. اله بتعدلوه وتنحتوا ده. شفتوهم افرايتم؟ شوفوهم كده عشان تحكموا دول ينفعوا يبقوا الهه؟ ازاي ينفعوا الهه وهم اللي جابوهم حطوهم، هم اللي نحتوهم، هم اللي قال لك هم عملوهم الهه. هم عملوهم ايه؟ ليه عملوهم الهه يا اخي؟ بيضرهم؟ قال لك لا. امال ايه؟ قال لك لان طبيعه التدين فطريه في الانسان من يوم ان خلق الله الانسان. هناك لما اخذ الله على في عالم الذر، عالم الذر احنا ذر في ظهر ادم، اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. ان تقولوا بلى صدقتم ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او اننا كان اهلنا اباء واتبعناهم. يفهموها كويس. يوم لما الانسان تتنفض عنه الشهوات تيجي ايمان الفطره في نفسه يتحرك، لكن مطلوبات الايمان صعبه. يقوم يتمسح في انه يؤمن بواحد عشان يبقى اسمه رضى غريزه الايمان، ولا لوش تكليف ولا اي حاجه، لا قال له اعمل دي ولا قال له اعمل دي. الشمس يعبدوها، لا قالت لهم ايه العباد تعبد، ان عبدتونا اعمل لكم ايه؟ طب ما هي قالت ايه؟ طب ادونا منهج الاله ده، منهج لا اله، يبقى كلام كذب كله. يبقى دي بيعملوا الراحه مواجدين من عالم من عالم الذر اللي اخذ من ظهر مين؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان الحقيقه اللي يجب ان نعلمها ان كل حي الى ان تقوم الساعه فيه جزيء من ادم، لان الميكروب اللي انشأني من ابويا لو كان ميت كان ينفع؟ يبقى لازم حي. يبقى حي ميكروب حي اخذ عن اب حي، وميكروب اب الحي اخذ عن ابيه الحي، سلسلها الى ان يوجد من ادم. فكل واحد منا فيه وشبهناها بالسنتيمتر المكعب من ماده حمراء، وحطيناها في ازازه ورجناها، وخدنا قطره من الازازه فيها من الذره ولا ما فيهاش؟ طب خدتها وحطيتها ببرميل، حطيتها في البحر ورجت البحر، يبقى فيها ولا لا؟ اذا كل واحد منا فيه ذره من ادم، لم يطرأ عليها موت ابدا.
دي اللي بتستيقظ في النفس الانسانيه، وبعدين تيجي النفس اللوامه بقى تقول له انت عملت كده ليه؟ نعم.